في مواد 20 امتحان، في مواد كتابين 3 بالاسئله بتاعتهم بالنماذج بتاعتهم، وفي مواد تانية ما كملتش فيها 10 امتحانات. يعني اول امتحان ببص في الدرجات الاقي 35 او 34 من 60، فرق شاسع في الدرجات. اللي هو انت مثلا ايه الدرجه دي؟ ايه الحاجات اللي تعر دي؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده سريعا كده اكلمكم عن الامتحانات الشامله، تبدا امتى تحل امتحانات شامله، وفي العموم يعني تحل في المراجعه النهائيه اسئله قد ايه، تعمل ايه في المراجعه النهائيه في الحل مش المذاكره، والامتحانات الشامله تبدا امتى، تحل كام نموذج، درجات الامتحانات الشامله تبقى عامله ازاي، وان شاء الله تاثير كل ده على امتحانات اخر السنه. فسريعا كده لايك جميل على الفيديو، سبسكرايب عشان اي فيديو ينزل جديد تشوفه، وكمان ما تنساش اخواتنا من دعوه جميله ان ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويعدوا المحنه دي على خير. بص يا غالي، سريعا كده كام حاجه لازم تاخد بالك منها وانت بتحل في المراجعه النهائيه. اول حاجه انا قلت عليها ودي بكررها مره كمان، انت في المراجعه النهائيه لما بتيجي تحل بتكتشف ان انت عندك دروبس في بعض الحاجات، في بعض الحاجات واقعه منك، بعض الحاجات ساقطه منك مش فاهمها، تمام؟ فتخلي بالك ان انت تستخدم الحل في المراجعه النهائيه علشان تكتشف الاخطاء اللي عندك. وانا قلت النقطه دي على جروب التليجرام، وسريعا كده جروب التليجرام وجروب المعسكرات نمسك ماده نظبطها، وحاليا احنا في اخر ماده وان شاء الله باذن الله نهايه الاسبوع ده هنبدا نكرر المعسكر تاني بطرق مختلفه، فهتلاقي رابط الجروب في اول تعليق مثبت. زي ما قلت في الجروب قبل كده، احنا دلوقتي في المراجعه النهائيه او الحل اللي انا بحله بحاول اعمل مقارنه لوضع الامتحان، تمام؟ فانا جيت بحل ايه الاخطاء اللي انا بقع فيها دلوقتي. انا مش بركز، يبقى انا لازم ادرب نفسي ان انا اركز مع الاسئله التافهه، لان انا ممكن احل الاسئله الصعبه الهاي وكل حاجه وفي نفس الوقت اغلط فيها في الاسئله التافهه، تمام؟ وده ناس كتير جدا بتقع في الخطا ده، اللي هي عدم تركيز في الحاجات البسيطه او من كتر فرحتها بالسؤال تغلط فيه. فانت بتدرب نفسك على نقطه زي دي. تاني حاجه بتدرب نفسك على سرعه استخراج الافكار وطريقه الحل السريعه والصحيحه، يعني مش سريعه قوي بس انت بسرعه عشان وقت اللجنه ما يبقاش ضيق عليك، فاهمني؟ لان الاسئله عايزه حل وعايز تفكير وبتاع، فما تضيعش وقت اللجنه كله في اسئله قليله. ده برضو بتدرب نفسك عليه، بتدرب نفسك ان انت ما تتوترش، بتدرب نفسك على كل حاجه كانك في اللجنه. يبقى دي الاهميه الكبرى اللي انت لازم تسعى ليها في حل المراجعه النهائيه وكمان حل الامتحانات الشامله. انا مش بعد عدد وخلاص، ياما ناس عدت عدد وعدت كتب وعدت رصات كده كتب وما عملوش حاجه في امتحان اخر السنه. طبعا ده توفيق من ربنا اولا يعني، تمام؟ ولكن ثانيا في حاجات هم ما بيركزوش عليها، هو اهم حاجه عمال يحل، ولكن اول ما يتحط في اللجنه يا ايه كميه التوتر دي، ايه كميه القلق دي، انا هفكر هعيد مش عارف ايه اصل مش عارف ايه، ويقعد يطلع لك مشاكل هو ما حلهاش من فتره المراجعه. الفتره دي استغلها ان انت تصحح اخطائك كويس جدا، دي اهم نصيحه. النصيحه الثانيه في المراجعه، ما بحلش نماذج شامله على طول. يعني انا بدات اراجع مش هحل نماذج شامله، لا طبعا. انا ذاكرت الفصل الاول في الاحياء يبقى انا لازم احل عليه 200 سؤال 300 سؤال 400 سؤال على حسب الاسئله اللي موجوده، يبقى انا لازم احل كم اسئله كبير على الحاجه اللي بذاكرها الاول قبل ما اروح احل نماذج شامله، فاهمني؟ اصل في ناس بقى بتقول فكره، فانا اتكلمت عن النقطه دي يعني بسبب الحته دي. واحد يقول ازاي انا احل في المراجعه النهائيه اروح اجيب النماذج الشامله اللي موجوده في اخر الكتاب وانقي الفصل الاول احله، وبعدين لما اخلص الفصل الثاني انقي الفصل الثاني احله. انت كده بتنقي طماطم مش بتنقي اسئله. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ فركز معايا دلوقتي تحل كم اسئله اكبر على الجزء اللي هتذاكره علشان يثبت معاك وان انت تقدر تحل المشاكل اللي بقول لك عليها دي، عشان لما تروح للامتحانات الشامله انا قاعد في اللجنه فعليا. لو مشيت بالطريقه دي هتلاقي نفسك داخل اللجنه مفيش اي مشكله قدامك بعد توفيق ربنا ليك، تمام؟ ده كان عن اسئله المراجعه النهائيه عموما والحل في المراجعه النهائيه. في حاجه تانية بسيطه برضه هقولها، قلتها قبل كده على الفيزياء وبعيدها تاني. لو انت مش عارف تحل او في مشاكل قدامك في الحل، شوف على اليوتيوب مدرسين بتحل، او ناس بتحل كتاب الامتحان كتاب الابداع، اي كتاب انت بتحل منه، شوفهم بيحلوا ازاي، بيستخرجوا الافكار ازاي، بيقول لك تحل السؤال ازاي، تتعلم منهم حاجات زي كده، وبعد ما تسمع الحل بتاعهم تروح تحل اسئله في نفس المستوى علشان تشوف انت دماغك لقط الفكره ولا لا. ده كان كده بالنسبه للحل في المراجعه النهائيه. وانا ليه قلت الحل؟
لان انا اتكلمت قبل كده في فيديو عن اهم نصائح المراجعه، هتلاقي الرابط في الوصف، وكمان قلت اهم الكتب اللي بيجي منها امتحانات اخر السنه، هتلاقي برضو الرابط في الوصف. نيجي بقى للامتحانات الشامله. ابدا احل امتحانات شامله من امتى؟ تبدا تحل نماذج شامل من وجهه نظري انا اخر شهر في ثانويه عامه، من وجهه نظر محمد، عشان بس ما حدش يدخل في التعليقات يكتب لي حاجات سخيفه. انا بقول لك من وجهه نظر محمد. ليه؟ لان انت قبل كده في المراجعه النهائيه حليت كم اسئله كتير. كم الاسئله الكتير ده خلاك تلم افكار كتير، خلاك يبقى انت عالجت مشاكل كتير. فانا مطلوب مني اخر شهر ان انا احط نفسي في وضع الامتحان فقط. هو ده دي اهميه الشامل. مش اهميه الشامل ان انت تحل كده وخلاص، لا، اهميه الشامل ان انا ابقى مدرك بالمنهج كله. تاني حاجه ان انا ابقى معالج كل المشاكل قبل ما ادخل لجنه. تمام؟ فلازم تاخد بالك من الحاجات دي، لان مفيش حد بيقول لك الكلام ده. انا بقول لك هو ما حدش بيقول لك اعمل الكلام ده، كله بيقول لك حل كام نموذج، بدات من كذا، عملت من كذا. انما انا بقول لك الخلاصه اخر شهر. تمام؟ هتمسكوا النماذج الشامله فقط. طب قبل كده حل اسئله عموما بقى زي ما قلت لك كده، 200 سؤال على الفصل الاول، 200 سؤال على النحو، قطع بلاغه. بص على قد ما تقدر حل، على قد ما تقدر. ليه؟ بجمع افكار، بثبت المنهج، بشوف طرق حل، بحل الدروبس اللي انا فيها او المشاكل اللي انا فيها. فبالتالي لما اروح النماذج الشامله انا بتعود على شكل الامتحان، بلم الامتحان في دماغي، بعالج اي حاجه فاضله علشان ادخل لجنه وانا برنس. ربنا يشيل على ربنا. آمين. اخر شهر في ثانويه عامه ده النماذج الشامله. دي نقطه. النقطه الثانيه، حل كام امتحان شامل؟ لا، انت بقى ساعتها تقدر عليه. ما اقدرش اقول لك حل 20 30 او واحط لك عدد. انا زي ما قلت في اول فيديو، في مواد حليت فيها كتب كتير جدا زي الانجليزي، بالرغم ان انا ما كنتش باخد دروس يعني، بس كنت قاعد مع نفسي بحل. فاهم يعني؟ بذكر بقى الانجليزي بالمره، انا تقريبا ما حليتش فيه غير 3 4 نماذج شامل، 3 4 بالظبط على ما اعتقد. بس الاسئله بتاع المراجعه النهائيه اللي بقول لك عليها حليت فيها كتير جدا 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 على ما اعتقد. بص، كتير في المراجعه النهائيه حليت كتير جدا في الانجليزي. انما في الشامل نموذجين 3، وعفى الله عن مساف واللي كانت نازله في اللي هي التجريبيه بس، عفى الله عن مساف. ده اللي انا عملته. فبالتالي ده اللي بقول لك عليه، ان تحل اسئله مراجعه نهائيه كتير، او اسئله مجمعه كتير على فصل واحد او على جزء معين واحد. اسئله مجمعه مش شامل يعني، اللي هي الاسئله يقول لك مراجعه على الفصل الاول، مراجعه على الفصل الثاني والكلام ده، عشان تعالج الحاجات اللي عندك. طب بعد كده امتحان شامل بقى اخر شهر يا باشا، على قد ما تقدر بقى لما ربنا يرزقك. لدرجه ان في بعض المدرسين بتقول للطلبه حلو شامل اللي هي الامتحان بس، لان الشامل مش مطلوب منك ان انت تحفظ او ليه ميعاد معين او عدد معين. لا، انا الشامل بختبر نفسي قبل ما ادخل اللجنه بس. ولكن انا سهلت لك الموضوع عشان في ثانويه عامه تبدا ساعتها تحل شامل وتتعود على طريقه الامتحان الشامل. انما قبل كده حل اسئله متحرره كتير. كده كان تبدا امتى وتحل كام نموذج. الحاجه الثانيه مهمه جدا برضو، درجاتك في بدايه الامتحانات الشامله. درجاتك لو المدرسين بيديك امتحانات شامله ما تقلقش من درجاتك خالص. انا زي ما قلت لك دلوقتي، لو انت يعني سمعت الكلام الاول صح، فانت اكيد فهمت انا عايز اقول ايه. الهدف الاول والهدف الاسمى في المراجعه وفي الامتحانات الشامله ان انا اهيئ نفسي لوضع الامتحان. يعني انا جيت دلوقتي في اول امتحان شامل لقيتني جايب 10 من 60، ما ازعلش. انت لو زعلت يبقى انت مش عارف اقول لك عايز ايه، بس انت بصراحه يبقى انت غلطان. انت ما تزعلش ابدا ابدا، انت افرح ليه؟ لان انا في اول امتحان شامل لازم اشوف المشاكل اللي عندي وابدا اصلحها. فده اللي بقول لك عليه، ان انا بطوع الامتحان علشان اجهز الامتحان اخر السنه. وزي ما قلت انا في امتحانات كنت بجيب منها 9 من 20 مثلا. اول امتحان متذكره يعني جبت 35 من 60، كان امتحان شامل. فانت دلوقتي ما تقلقش خالص من فكره الامتحانات الشامله. وكنت بجيب حاجه 40 من 60، حاجه و50، على حسب بقى ايه مزاجي في الامتحان ماشي ازاي، او انا لامم الدنيا ازاي. ولكن بعد الامتحان المشكله اللي كانت عندي اقعد مع نفسي اعمل كده. انا دلوقتي جايب 10 من 60، ايه اللي خلاني جبت ال 10 من 60 دي؟ ايه اللي خلاني جبت 1 من 100؟ انا مش مذاكر، يبقى لازم اذاكر. ما ازاي داخل شامل مش مذاكر؟ اول حاجه انا مش فاهم احل الاسئله دي ازاي. الاسئله دي مش موجوده في الكتب بره، ولا اسئله صعبه ومفزلك عليا؟ لو مفزلك عليا سيبها. لو انت شايف اسئله فيها فزلكه زياده عن اللزوم سيبك منها، ما تحلهاش، لان الامتحان مش كده. شوف امتحانات اخر السنه عشان تعرف مستويات الامتحان. طيب والله انا مع زي محمد ما قال لي بحل الاسئله الصعبه، بس الاسئله السهله بغلط فيها من كتر الفرح. لا، اثبت كده واركز وانا بحل بعد كده علشان اعدل المشاكل اللي انا وقعت فيها. بتوتر بقى، لا مش عارف ايه، اقرب من ربنا وادعي ربنا ان ربنا يرزقني الثبات، واهدى كده مع نفسي اشوف الناس اللي نجحت وابص لهم ان هم مش احسن مني في حاجه. الناس اللي وصلت دي مش احسن مني في حاجه عشان اعمل زيهم. يبقى ان انا اتوتر واهدى، لا، انشف كده وابقى راجل عشان اذاكر. زي ما قلت لك اقرب من ربنا، وان شاء الله باذن الله ربنا يرزقك الثبات والهدى والتقى، وباذن الله يهديك وتظبط دنيتك. بس يا غالي ده كده كان فيديو النهارده عن الشوامل، كل حاجه عنها. وان شاء الله باذن الله لو فهمت الفيديو ده كويس جدا وفهمت انا عايز اقول ايه، هتلاقي الدنيا معاك تمام.
وحابب اقول لك ما تنساش جروب التليجرام عشان نبدا معسكرات جد تاني من الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله، من الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. وكمان ما تنساش لايك جميل، سبسكرايب علشان اي فيديو ينزل تلاقيه على القناه، وكمان شير لزميلك يمكن يستفيد. وما تنسنيش من دعوه جميله، واوعى تنسى اخواتنا من الدعاء ان ربنا ينصرهم ويثبتهم ويعدوا المحنه على خير. التقيكم بقى على جروب التليجرام.